رمضان أهلا. مش عايزة ابتدي ان انا حزينة جدا. رمضان بيخلص واخر امتياز معاكي بيخلص، ويعني مش عارفة، بس طبعا مقدرة هسيبك هتسيبيني يعني العشرة الأواخر. يلا مضطرة بس عشان احنا في رمضان، ويعني انت زي صاحبتي هسيبك لله، تركزي شوية، هتسيبيها يلا مش لله عشان مشكلة. تاخدي الحسنات انت، بس ماشي. هرجع لك تاني. اختملنا الامتيازات بخامس امتياز عشان الناس تلحق تطبقه. طيب، هو الامتياز الخامس هو حديث طويل يعني، بس أنا هقول الشاهد من الحديث وممكن اوكي. أحكي لكم بقى الحكاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إيه بقى الموضوع ده؟ هي في قصة كده يعني حصلت إن اديني في، امثله وشرح وبسطي هاقول لِك وكله. بس بقية يعني قصة الحديث اللي في آخره الرسول صلى الله عليه وسلم قال اوكي. الكلام دوّة، وهنقول إيه معنى الكلام ده. في ناس فقراء وكان باين عليهم الفقر جامد جدًا، جُم للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لمّا شافهم يعني كأن وشه ظهر عليه الحزن جامد جدًا، جدًا يعني، وطلع في الناس وخطب فيهم يعني وقال لهم: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة." وما إلى ذلك. فإيه اللي حصل؟ يعني الناس حست إن الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم إيه، يعني تصدقوا للناس دي، طلعوا لهم حاجة يعني. اوكي. فواحد في واحد بواحد قعد اللي يطلّع فلوس من هنا، اللي يطلّع هدوم، اللي يطلّع تمر، اللي يطلّع مش عارف بُر زي الدقيق كده يعني، مم. قعدوا يطلّعوا حاجات لحد ما شاء الله تبارك الله، عملوا كومتين كبار مم. من الأكل والهدوم حلو جدا. للناس ديّة يعني. فساعتها سبحان الله سُرّي يعني عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك يعني وابتسم وقام قايل لهم بقى إيه، الكلام اللي إحنا قُلناه، اللي هو: "من سَنَّ سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها." يعني اوكي. إيه بقى القصد؟ ايوه اشرحي بقى، اشرحي بالعربي أيوه، بالعاميه. امم. المعنى الامتياز اللي إحنا عايزين نقوله، لو أنتِ عملتِ حاجة حلوة وحد شافِك وقلّدِك وعمل زيِّك والسلسلة اتجرِّت، اوكي، شفتي ما بسطتيها يا أيوه، لهوي. كل مرّة أي حد هيعمل نفس الحاجة بتاعتِك دي، فكرتِك الحلوة دي، أنتِ هتاخدي حسنات يعني، اه. من غير ما هم أجورهم ينتقص منها شيء، يعني هم أجورهم برضه هياخدوا حسنات عشان عملوا عمل صح. خير، بس صاحب الفكرة بياخد. عمّال ياخد. فأنا أخدت أجر فكرتي لأول مرّة أنا عملت، أجر عملي اللي أنا عملت بيه، بس. وأخدت أجور تانية كل ما حد تاني بيعمل، زي ما انا يعني من عملت. الآخر أنتِ نايمة في السرير عداد الحسنات شغال، لإن في ناس بتقلِّد. هادّيكِ مثال حلو اوكي. في رمضان شُفته في موضوع سَنّة حسنة ديّة، في العمارة عند مامتي عملوا إيه بقى، قرروا إنه في رمضان كل شقة ليها يوم، اليوم ده هتفطّر فيه الناس اللي بتشتغل في العمارة. اوكي. فإحنا كده هي ما شاء الله العمارة كبيرة، فأكتر من 30 شقة يعني. ما شاء الله، فانتم فكده مغطيين رمضان كله. أيوه، فما شاء الله تبارك الله، بقوا الناس اللي بيشتغلوا في العمارة طول رمضان كل يوم بياكلوا أكل فريش، كل يوم بياكلوا أكل حلو، وكل يوم بياكلوا أكل من أكل الناس اللي هم اللي بيخدموهم. اصلا. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يثبّتهم. بقى لهم بقى قد إيه على الموضوع ده؟ سنين. ما شاء صاحب الله. الفكرة دي مم. لحد دلوقتي عمّال ياخد حسنات، هو ممكن يكون هو مات، ممكن يكون هو ساب العمارة ومشي، ممكن، بس هو عمّال ياخد حسنات على فكرته دي، لإن الناس لحد دلوقتي بتعمل كده، حلو قوي. فهمتِ؟ فده اوكي. امتياز خطير. وفكره بسيطه مش. والموضوع بسيط خالص، أي حاجة بسيطة تعمليها سبحان الله وتوفّقي فيها وربنا بقى يخلّي حد يشوفِك فيعمل زيِّك بس خدي بالِك. ايوه خشي لي آه. بالتركه. خشي لي نَفْسه بالتركه. لو سُنّة سيئة، حديث هنا وحد برضه بيحذّر، قلدني. حد قلّدِك في حاجة مش لبستِ لبس fashion امم. خطير، بس هو مش ده اللبس اللي ربنا قال عليه، واحدة شافتِك عجبها، قالت بس أنا الstyle ده هاعمل زيّه، شكرا. وعملت زيّه، امم. شكرًا. رحنا مع اللي راحوا. يعني ربنا يعفو عنا. امم. كده بقى قُلتِ كلمة مش عارف إيه، إفيه بطريقة كان فيه استهزاء، وعجب امم. اللي قاعدين بقوا بيستخدموا نفس الإفيه بتاعِك اللي فيه استهزاء. ده انا على طول بتنمر. يا رب احنا في رمضان ربنا سامحني. يغفر لنا جميعًا. التنمر ده انا حتى بتنمر على اولادي عادي، يعني مش ماشي، حاجه. إحنا اتفقنا الصيام مدرسة التقوى، امم. ورمضان مدرسة التقوى، خدي بالِك. طب. نستغل بقى رمضان في إيه، أنا باحس رمضان بيبقى ما شاء الله فيه تجمعات، صحاب، عيلة، صح. ففكرة فيه بسهولة أنتِ ممكن تعملي حاجة وفي كذا حد يشوفها يعني يستحسن فكرتِك دي فيقلدها. مثلًا بدل ما بنفتح المسلسل على الفطار، اعملي امم. أنتِ بقى فكّري في حاجة تانية. صاحبتي عندي صاحبة بتعمل إيه حاجة لطيفة أوي، بس ولادها صغيرين شوية، عارفة الtreasure hunt؟ اه. بتخبّي حاجة قبل الفطار، وطول الفطار إحنا قاعدين بندّي clues بقى، عارفة زي عروستي كده، دي اه. موجودة كذا ويسألوها طب ودي، فهُم طول الفطار في حوار داير، اه. والولاد عايزة تاكل وتخلّص علشان تقوم تدوّر على الحاجة اللي مامي مخبياها، ولا محتاجين بقى نفتح مسلسل ولا رامز قلب الاسد. ولا أي حاجة بقى من الهلس ده خالص، وهي اوكي. فكرة بسيطة جدًا، وولادها دول لمّا يكبروا هيعملوا كده في بيوتهم، ده فهي هي سَنِّت كله سُنّة هيبقى. حسنة.
أنتِ صح، فاهماني؟ وهتبقى كمان لأ، عايزة أقول لِك كمان ذكرى بالنسبة لهم طبعًا هيبقوا يعني بيفتكروا دايمًا رمضان بالحاجات اللي بالحاجات مامي دي، صح. بتعملها خلاصة الكلام، الموضوع بسيط، مش لازم تكوني هتعملي حاجة كبيرة خالص، شوفي أي إمم. حاجة بسيطة، بنقعد مثلًا كلنا قبل المغرب بدل ما ده اللي نايم وده اللي مش عارف إيه وده اللي إيه، لأ هنقعد كلنا مثلًا مع بعض، في كروت كده لطيفة بتتباع زي آيات يعني، آه، فاللي هو كل واحد يسحب كارت ويشوف آية اليوم بتاعته إيه، إيه الحاجة اللي ربنا عايز يقولها له النهارده. مثلًا، ف ف أوكي. فإحنا هنقعد circle قبل المغرب وإن كل واحد يسحب كارت ونشوف ده قال إيه ده، عارفة أنتِ حاجات بسيطة يا ميجو خالص، بس أنتِ استغليتِ الوقت اللي قبل المغرب ده حلو، أصلًا الدعاء فيه مستجاب وإن أنتم قاعدين مع بعض وبتذكروا الله بطريقة indirect لو الولاد صغيرين. even حتى أنتِ جبتيها في صورة لعبة، هي فيعني لعبة بس إحنا قاعدين بنذكر الله، فدي سُنّة حلوة، لو صحابِك أو عيلتِك أو كده أنتِ عازماهم وعملتوا كده قبل المغرب، كلّه هيروح يطبّقها لإن هي فكرة جميلة، أنتِ إمم، وربنا هيرزقِك التوفيق، هي برضه في الآخر توفيق من عند ربنا. أكيد صح. فلو أنتِ بقى حاطاها في دماغِك في رمضان إن أنا هاشوف إيه حاجة حلوة أعملها علشان الناس تعملها من بعدي وأفضل أنا آخُد الحسنات، امتياز جميل إحنا ممكن ما بنركّزش فيه، أنا ليه شكرًا. بالفت نظرِك؟ أنا مش بالفت نظرِك عشان أقول لِك حُطّي في دماغِك، إمم. لأ أنا بالفت نظرِك عشان عايزاكِ تبقي creative شوية، أكتّر فكّري في يعني أبتدي الموضوع، أ أنا out عايزة of the out حاجتين of the عايزاكِ تبقي box. creative وعايزة أخوّفِك حقيقة. دايمًا إمم. بتخشي لي بحاجة، اتفضلي. أيوه عايزة أخوّفِك يا ماجي نخاف أعمل حاجة مش كويسة حد يقلّدني. ده كتير أوي. أشغّل أغاني في العربية، فاللي يبقوا قاعدين معايا يتعوّدوا إن إحنا بنشغّل أغاني، فهُم يشغّلوا أغاني، فأنا آخُد وزري ووزرهم، ولا ينتقص من وزرهم شيء ولا فاهماني؟ إمم. طَب ليه؟ طَب ما خلّيها العكس، ما تخلّيها مثلًا ما نقعد في العربية بدل ما نسمع أغاني مثلًا ممكن يا إمّا مثلًا podcast حاجة مفيدة، يا إمّا إمم. مثلًا مش أي حاجة فيها لعب، أنا نسكت. لأ ليه؟ هو مش لازم يكون حاجة العكس إمم. المسلمين مبسوطين، مرحين، في حاجات بس كتير وفي بتبسطنا، في مش لازم أغضب options، ربنا عشان مش أنبسط، لازم مش فاهماني؟ لازم أستسهل عارفة الدنيا ساعات شوية. كنا إيه مثلًا أنا عمّالة أقول لِك حاجات للولاد الصغيّرة بس عشان يعني سِن آه. الولاد، بس آه. نقعد نقول كلمة وكل واحد يقول آخر حرف من كل كلمة، أيوه، لسه فخلاص لاعباها امبارح معاها. يا أيوه، خرابي جالي صداع. بس ماشي. بس إحنا قضّينا الوقت هي في بنتي حاجة بتسميها family time. مامي يالّا نبتدي أيوه، الfamily time طيب يا بتاعنا، حبيبتي، هي مسميها شوفي كده. بقى هي بقى أنا متأكدة إن فرح لمّا إن شاء الله تكبر وتتجوز يبقى عندها بيت، في دماغها بقى الfamily time ده، يا رب إن شاء الله. إن شاء الله، إمم. فمين بقى هياخد الحسنات؟ مش عارفة هي. جِدّو وجَنّة. هي هتاخد وأنتِ هتاخدي، مين سَنّ فاهماكِ. السُنّة دي، صح، مين صح، اللي صح. عمل آه، دي، آه. فاهماني؟ بُصّي خلّي عندِك نظرة لقدّام، حاضر. أنتِ تعبتيني أوي. سبحان الله. تعبتيني أوي. آخر مرّة قوّمتيني من على الكنبة في رمضان مش عارفة تعملي فيّا إيه، بس ماشي. لأ ده وأنتِ قاعدة على الكنبة دي برضه الحاجات ممكن دي كلّها تعملي حاجات سهلة، بس نستغل رمضان في موضوع التجمُّعات دوّة، وده طول السَنة يعني الامتياز ده شغّال معاكِ طول السَنة ما فيش أيوه مشكلة، دي بس أنا كاستغلال لرمضان في موضوع التجمُّعات وخير. صح. حلو، يعني حلو. حلو إنِّك أنتِ تعوّدي مثلًا الولاد بنعمل طبق طلّعوا لجيران جارتنا أو طلّعوا مثلًا لحارس العمارة، اتعوّد، الولاد اتعوّد إن إحنا لازم في رمضان بيتنا بيطلّع أكل، صح، خلاص صح. يبقى أنا لمّا يبقى عندي بيت لازم أطلّع أكل، سُنّة حلوة. صح. ف ودايمًا هو الواحد بيعمل اللي كان متعوّد عليه في بيته mainly 90% من حياته هو بيبقى 99 كمان. فسبحان الله يعني الموضوع حلو لو أنتِ بس حطيتيه في دماغِك من باب إيه، إن يا رب ده امتياز أنا عايزة أستغلّه، وفي الآخر هاقول لِك ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم، وتاني اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفوا عنّي. فاعف عني. لازم أقول لِك نوّرتيني يا فندم، وكانت 5 لقاءات طياري خفافي. ما لحقتش أقعد معاكِ، بس شكرًا إن أنتِ نوّرتيني في رمضان، وأتمنى كل الناس تسمع تنتفع، تطبّق اللي تقدر عليه. يا رب، كل واحد ومقدوره، بس نبذل دايمًا قصارى جهدنا في الحتت، لإن هي كلّها بسيطة، هي ما فيهاش فيها جهد بدني ولا نفسي ولا ذهني كبير. شكرًا إنها نسأل الله نوّرتيني. الإخلاص لينا وليكم يعني ويتقبّل منا يا رب يا صالح رب. الأعمال يا رب، ونتقابل رمضان القادم إن شاء الله يا بامتيازات رب، مختلفة. إن شاء الله. نوّرتيني يا فندم. شكرًا يا ميجو، ربنا يكرمك.